الله يسعد أوقاتكم بكل خير. قوارب البطاطا بطريقة سهلة. نقطع الدجاج لقطع ناعمة. رح نكون مجهزين فلفل أحمر وفلفل أخضر كمان مقطع ناعم، شوية زيت بنضيف الفلفل، بعدها بنضيف الدجاج. البهارات موجودة بصندوق الوصف. بنحركهم تحريكة خفيفة لحتى تنشف المي ويستوي الدجاج. للقوارب رح نستعمل 5 حبات بطاطا قياس وسط. نحفر البطاطا بهي الطريقة أو أي طريقة أنتو بتفضلوها، ما في أي مشكلة حسب نوعية البطاطا طبعا. طبعا اللب بنشيله على جنب لأنه رح نستخدمه بقلب الوصفة. رح نقلي حبات البطاطا نص قلية ورح نحشيها بالحشوة. رح نضيف عليها الصوص الأحمر، كمان رح أكتب لكم مكوناته بصندوق الوصف. رح نزين الوجه بالجبنة. رح نضيف كريمة الطبخ بتعطي طعم كتير دسمة للأكلة. رح نضيف اللب اللي شلناه من البطاطا بعد ما نقليه. ندخله على الفرن على درجة حرارة 180 ل 200 من تحت لمدة 40 دقيقة، بعدين بنحطها من فوق مدة 5 دقايق ليحمر الوجه. وشوفوا هالتحفة الفنية، عن جد منظر بشهي، طعمة فوق الخيال، كتير كتير لذيذة وسهلة، ما بتعذبكن كتير. صحتين وألف ألف هنا.